انت فاكر انك بتنام كويس، لكن الحقيقة جسمك كل يوم بيتدمر وانت مش حاسس. ده اللي بيخليك تصحى كل يوم مرهق، ولو فضلت على كده في عمليات خطيرة بتحصل جوه دماغك ممكن تغير حياتك من غير ما تحس. اهلا بيكم في قناة في دماغي سؤال. ولكن في الاول لازم نعرف يعني ايه النوم. النوم هو حالة بيولوجية دورية تتميز بانخفاض الوعي وتظبيط النشاط الحركي وتغيرات واضحة في أنماط الموجات الدماغية. وهو ليس حالة كاملة، بل يمر بسلسلة من المراحل المنظمة تشمل نوم حركة العين الغير السريعة التي تسمى NREM، ونوم حركة العين السريعة التي تسمى REM. كل مرحلة لها وظائف محددة. أثناء النوم بيمر الإنسان بسلسلة من المراحل المختلفة، والنشاط اللي في الدماغ هو الذي يحدد نوع مراحل النوم المختلفة. أول مرحلة هي حركة العين الغير السريعة التي تسمى NREM. تنقسم إلى 3 مراحل والتي تعرف باسم النوم الهادئ، حيث يمكن أن تستمر كل مرحلة من 5 إلى 15 دقيقة قبل الوصول إلى النوم العميق. المرحلة الأولى بتكون العينين مقفولة، ولكن من السهل إيقاظ الشخص، وتستمر هذه المرحلة من 5 إلى 15 دقيقة. بعدين بنوصل للمرحلة التانية، مرحلة النوم الخفيف، حيث يقل وعي الإنسان بمن حوله، وتتباطأ معدل ضربات القلب، وتنخفض درجة حرارة الجسم، ويستعد الجسم إلى النوم العميق. تستمر المرحلة إلى 20 دقيقة. بعدها بنوصل للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة النوم العميق، حيث يسترخي العضلات ويهبط ضغط الدم ومعدل التنفس، ويكون من الصعب إيقاظ الشخص. ونيجي لتاني مرحلة، وهي حركة العين السريعة التي تسمى REM. تعد من مراحل النوم عند الإنسان، والمرحلة دي من النوم بنسميها مرحلة النشاط العالي. ودي رغم اننا بنكون نايمين فيها، لكن المخ فيها بيبقى شغال بطريقة شبه وقت ما بنكون صحيح، وبتبدأ تقريبا بعد حوالي ساعة ونص من أول ما بننام. في اللحظة دي جسمك بيحاول يعمل حاجات غريبة بس طبيعية. أولا العين رغم انها مقفولة بتتحرك بسرعة يمين وشمال، عشان كده سميت بحركة العين السريعة. ونفسك كمان بيبقى أسرع وبيزيد انتظام، كأن جسمك داخل على حالة نشاط رغم انه نايم. ومعظم عضلات جسمك بتبقى شبه مقفولة. ده مش خطر، بالعكس ده اللي بيمنعك تقوم تتحرك فعليا. اغلب الاحلام اللي بتجيلنا بتجيبها في المرحلة دي، عشان المخ بيبقى في اعلى حالة نشاط. ده كمان الاطفال بيقضوا نص نومهم في المرحلة دي عشان المخ لسه بينمو، لكن المراهقين وكبار السن بيقضوا حوالي 20% من نومهم في المرحلة دي. بس الاهم مش هنا، لان اعلى نشاط بيحصل جوه دماغك اصلا مش في الاحلام، ده في اللحظة اللي المخ يبدأ فيها يدخل مرحلة تنظيف وترتيب. الخلايا العصبية بتصلح نفسها، ويتشال منها النفايات المتراكمة طول اليوم، وده بيساعدك تصحى بتركيز أعلى. في نفس الوقت الذاكرة بتقوى، لأن المخ بياخد المعلومات ويرتبها ويثبتها، وده اللي بيسهل عليك التعلم وحفظ أي معلومة جديدة. أما على مستوى الجسم، فالهرمونات بتبدأ تشتغل بشكل منظم جدا، زي هرمون النوم الرئيسي الميلاتونين، بيكمل شغله في انه يهدي الجسم ويظبط الساعة البيولوجية. بعده يبدأ هرمون النمو يشتغل بقوة، وده مسؤول عن إصلاح الأنسجة وتجديد الخلايا وبناء العضلات. وفي الوقت ده كمان هرمونات التوتر زي الكورتيزول بتنزل لمستوى طبيعي عشان جسمك يقدر يهدى ويستعيد طاقته. أما شهيتك والجوع فبينظمهم هرمونين مهمين، الليبتين اللي بيقلل الإحساس بالجوع، والجريلين اللي بيزود الإحساس بالجوع. والنوم بيظبط توازنهم بحيث تحافظ على وزنك وصحتك. الجهاز المناعي برضه بياخد فرصته في الصيانة، الخلايا الدفاعية بنشاطها بيزيد، والجسم يصلح أي التهاب بسيط قبل ما يكبر. أما على مستوى المشاعر، فالنوم بيهدي الجزء المسؤول عن التوتر في المخ، وينظم كيمياء المشاعر عشان تصحى أكتر هدوء واستقرار من اليوم اللي قبله. وفي النهاية العضلات والأنسجة اللي اتجهدت خلال اليوم بتتصلح في فترة النوم العميق، ده كله بفضل هرمونات الإصلاح اللي بتشتغل بأعلى قدراتها في الوقت ده. لكن إياك جسمك ما ياخدش النوم الكفاية، لأن لما جسمك ما ياخدش النوم الكفاية كل الأنظمة اللي كانت بتتصلح وتتنظم بالليل بتوجع واحدة ورا التانية. أول ضربة بتكون للمخ، الخلايا العصبية ما بتلحقش تعمل الصيانة اليومية بتاعتها، فالإشارات العصبية تبقى أبطأ، والتركيز يقع بشكل واضح. مراكز الذاكرة في المخ خصوصا الحصين بيحصل لها ارتباك، فتنسى حاجات بسيطة وتتلخبط في تفاصيل انت لسه شايفها من ساعات. ومع زيادة السهر بتعلى مستويات الكورتيزول، فتبقى متوتر وعصبي مستعد تنفجر من أقل حاجة. أما على المستوى النفسي
قلة النوم بتخلي مراكز المشاعر في المخ خصوصا اللوزة الدماغية تبقى أنشط بكتير من الطبيعي. ده بيخليك حساس بزيادة لأن المزاج بيبقى ما بين زعل وغضب وقلق من غير سبب واضح. مع الوقت جسمك يعجز إنه ينظم مزاجك صح، لأن الهرمونات اللي كانت بتتظبط أثناء النوم زي الدوبامين بيبقى خارج التوازن. جسمك نفسه بيتبهدل، المناعة بتضعف لأن الخلايا المناعية مخدتش وقتها في الإصلاح وإعادة التنشيط. ده بيخليك تتعب من برد بسيط بسهولة. الهرمونات المسؤولة عن الشهية بتتلخبط، فيعلى الجريلين اللي بيزود الجوع، وينزل الليبتين اللي بيشبعك، هتاكل بزيادة من غير ما تحس. كمان عضلاتك ما بتلحقش تتصلح، ده بيخليك تحس بجهد مستمر وكسل مهما شربت قهوة. أما في الشغل والدراسة الأداء العقلي بيقع بشكل مش طبيعي، سرعة البديهة بتقل واتخاذك للقرارات بيبقى أبطأ، تقييمك للمواقف بيبقى غلط لأن المخ فقد دقته، أخطائك بتزيد وسرعة الإنجاز بتقل، والمخ يبدأ يقف مش قادر يلاحق على المعلومات اللي دخلت. لكن ازاي نصلح كل الأضرار دي؟ قبل ما أقولك لازم نعرف الجسم محتاج عدد ساعات قد ايه كفاية للنوم. الكمية اللي جسمك محتاجها من النوم مش واحدة لكل الناس، الموضوع بيعتمد على العمر وطبيعة الجسم. الأطفال خصوصا الرضع محتاجين ساعات كتيرة جدا، ممكن توصل ل14 ل17 ساعة في اليوم عشان مخهم وجسمهم لسه بينمو. أما الأطفال الأكبر شوية من 6 ل13 سنة بيحتاجوا حوالي من 9 ل11 ساعة، والمراهقين حوالي من 8 ل10 ساعات. بالنسبة للبالغين أغلب الدراسات بتقول إن من 7 ل9 ساعات كافية لمعظم الناس، لكن في ناس بتحس إن 6 ساعات كفاية، وناس تانية محتاجة 10 ساعات عشان تحس بالنشاط. وكبار السن ساعات نومهم ممكن تقل شوية. لكن ازاي نحسن جودة النوم؟ علشان نومك يكون مفيد ويعيد لجسمك طاقته لازم نركز على شوية حاجات بسيطة لكن تأثيرها كبير. أول حاجة ضبط الإيقاع اليوم، حاول تنام وتصحى في نفس المواعيد كل يوم حتى في الأجازات. كمان تجنب القيلولة الطويلة علشان جسمك يفضل جاهز للنوم بالليل. تاني حاجة تحسين البيئة، خلي غرفتك مظلمة قدر الإمكان. 3 تجنب المؤثرات اللي بتعرقل النوم زي الشاي والقهوة، يخلي المخ صاحي ومش قادر يهدى، والتليفونات بتشتت المخ وبيقلل إفراز الميلاتونين المسؤول عن النوم. كمان الوجبات التقيلة قبل النوم ممكن تخلي المعدة شغالة ومش هتخليك تنام بسهولة. وأخيرا العلماء اكتشفوا إن في أنشطة بتساعد على النوم الطبيعي، التأمل ولو حتى 5 دقايق بيهدي المخ، القراءة قبل النوم بتجهزك للنوم ببطء، وتمارين التنفس البطيء بتقلل معدلات ضربات القلب وتدخل جسمك في حالة استرخاء. كل الحاجات دي مع بعض بتخلي النوم عميق، والمخ والجسم يقدروا يعملوا كل عمليات الصيانة اللي اتكلمنا عنها قبل كده. وفي الآخر بعد ما عرفنا قد ايه النوم مهم بيأثر في كل حاجة في جسمنا، يفضل السؤال اللي بيشغل ناس كتير: ليه في ناس بتنام كتير وبرضه بتصحى تعبانة؟ ده موضوع مليان أسباب هنشرحه في الفيديوهات الجاية. متنساش تشترك في القناة. لو عندك أي سؤال أو تجربة حابب تشاركها اكتبلي في التعليقات.